السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام ومتابعي قناة أفراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الحوت بتاريخ 21/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الحوت. على الصعيد العام انت يا حوت داخل يومك بطاقة مختلفة، وحاسس انك في حاجة بتتغير جواك حتى لو مش قادر تفسرها بالكلام، وده بسبب تراكم خبرات ومواقف خلتك تشوف الحياة بعين اهدى واوعى قبل كده. كمان يا حوت انت بقيت تختار معاركك بعناية ومش بتدخل اي نقاش او صدام الا لو حاسس ان له قيمة حقيقية، وده بيديك قوة داخلية مش ظاهرة للكل. وفي هدوء نسبي حواليك، بس جواك في حركة تفكير كبيرة بتعيد ترتيب أولوياتك من جديد. مش كل الناس يا حوت واخدة بالها من التغيير ده، بس المهم إنك أنت حاسس بيه. اليوم مناسب إنك تمشي براحتك ومن غير ضغط، لأن الخطوة الهادية دلوقتي أفضل من الجري. الفترة دي يا حوت بتعلمك إن مش كل اللي يختفي خسارة، ومش كل اللي يبعد شر. أحيانا الابتعاد بيكون حماية وإنت مش واخد بالك. انت قفلت ابواب قديمة من غير زعل، وبتسيب ذكريات كانت بتشدك لورا كل ما بتحاول تتحرك لقدام. كمان في احساس انك نضجت فجأة وبقيت تشوف الحقيقة من غير تزيين ولا اوهام. الطاقة العامة بتقولك يا حوت انك على عتبة مرحلة انضف نفسيا، كل اللي محتاجه منك هو الصبر والثقة. اليوم بيطلب منك انك تسمع لنفسك اكتر من كلام الناس، لان حدثك عالي ومش بيلخبط بسهولة. كمان يا حوت انت عندك قدرة كبيرة على قراءة اللي حواليك حتى من غير كلام، وده مخليك تاخد مسافة من ناس انت مش مرتاح لهم. في قرار صغير هيجيلك بس تأثيره كبير على المدى البعيد. ما تستخفش بأي إحساس داخلي جواك يا حوت، الهدوء هو سلاحك الحقيقي النهارده. في شوية ضغط ذهني، بس الضغط ده مش هيكسرك، بالعكس هيقويك لو اتعاملت معاه بهدوء. انت اتعودت يا حوت تشيل اكتر من طاقتك. اليوم مناسب لإعادة ترتيب يومك وحياتك، وما تحاولش ترضي الكل، وركز على نفسك شوية. الراحة النفسية مش رفاهية. الطاقة العامة بتقولك يا حوت انك في مرحلة تنظيف داخلي وبتتخلص فيها من حاجات كانت تقيلة عليك. ممكن تحس بحنين أو تفكير في الماضي بس من غير ألم أقوى، ده معناه إن الجرح بيخف. سيب الإحساس يعدي من غير مقارنة يا حوت، اللي جاي أهدى وأصدق. أما على الصعيد العملي، عمليا الحوت حاسس إنه بيشتغل أكتر ما بياخد، وده عامل ضغط داخلي عندك. لكن الحقيقة إن تعبك متراكم ومش ضايع. في مجهود بتعمله من غير ما حد يشوفه، بس في الوقت الصح هيبان. المهم تفضل ثابت وما تستعجلش النتيجة. الهدوء في الشغل مكسب ليك، ركز في التفاصيل الصغيرة يا حوت. كمان لو في مشكلة في الشغل فحلها مش بالمواجهة، حلها بالعقل. انت اذكى من انك تدخل صدام مباشر. كمان في شخص بيلاحظ شغلك من بعيد، ما تقلقش من نفسك، الفرصة جاية بس بهدوء يا حوت. اليوم مناسب انك تراجع خطتك المهنية. في فكرة قديمة ممكن ترجع تلمع، حاول تطورها بدل ما تسيبها. انت عندك موهبة محتاجة ثقة، الشغل محتاج نفس طويل. كمان ما تقارنش نفسك بحد يا حوت، انت ماشي صح حتى لو الطريق طويل. الضغط الحالي ده مؤقت والنتيجة هتفرحك. ولو بتفكر تغير مجال فالتفكير ده له سبب، بس خليك عقلاني، ما تخاطرش من غير حساب. رتب خطواتك بهدوء والنجاح هيجي. أما على الصعيد المالي في قلق بسيط بس مش أزمة. أنت بتفكر في بكرة كتير يا حوت، وده مخليك حذر في صرفك. التوازن مطلوب ومفيش خطر حقيقي. في مصروفات مفاجأة بس هتعدي، أنت أدرى بفلوسك يا حوت، بس حاول ما تستناش نفسك. خطة بسيطة تريحك وتهدي دماغك. كمان يا حوت في دخل بسيط ممكن يزيد، بس محتاج صبر وعدم استعجال. الاستقرار جاي واحدة واحدة. ما تبخلش على نفسك قوي ولا تصرف من غير حساب. التوازن هو الحل يا حوت، وانت قده بس بهدوء. رسالة المال بتقولك يا حوت الإدارة أهم من الكمية، والعقل قبل القلب، وانت فاهم كده كمل كده. أما على الصعيد العاطفي، الحوت عاطفيا بيمر بمرحلة وعي جديدة، وبقيت تفهم إن الحب مش سطحية،
لوحدك ولا انتظار مقابل. الحب شراكة وراحة وأمان. انت تعبت من انك تكون الطرف اللي بيفهم ويسامح ويسكت، وده خلاك تفكر ألف مرة يا حوت قبل ما تفتح قلبك من تاني. مشاعرك صادقة بس بقت محكومة بالعقل شوية، وده تغيير صحي مش قسوة. كمان في حنين جواك بس مش ضعيف، ده اشتياق لنسخة أهدى من نفسك. المرحلة دي بتعلمك يا حوت تحب من غير ما تكسر نفسك. لو في علاقة فالعلاقة محتاجة وضوح أكتر من رومانسية، لأن الغموض تعبك وخلاك تحس بعدم الأمان. أنت مش طالب المستحيل يا حوت، أنت طالب كلمة تطمنك وتصرف يثبت الكلام المؤجل بيعمل فجوة، والفجوة بتكبر لو ما تلمتش بدري. مهم تعبر عن اللي جواك من غير اتهام ولا عصبية. العلاقة اللي بتكمل هي اللي بتستحمل الصراحة. ولو انت عازب فانت في مرحلة تصفية مشاعر، بتقفل ابواب قديمة عشان تعرف تفتح باب جديد نضيف. مش اي حد يعجبك، خلاص بقت تدور على احساس راحة مش مجرد انجذاب. في شخص ممكن يظهر بهدوء ومن غير استعراض. العلاقة دي هتبدأ بصداقة أو بكلام بسيط. الصبر هنا في صالحك جدا يا حوت. كمان في وجع قديم عندك بس مش زي الأول، بقى أضعف وأخف. ده دليل إنك بتتعافى يا حوت. وما تلومش نفسك على اللي فات، انت عملت اللي عليك وقتها، واللي جاي أرحم لقلبك. رسالة الحب ليك واضحة يا حوت، وبتقولك اختار اللي يختارك، وما تحاربش علشان تثبت قيمتك. قيمتك ثابتة واللي يستاهلك هيبان من غير وجع. أما على الصعيد الصحي، صحيا يا حوت الإرهاق النفسي مأثر عليك جامد، وده باين في قلة الطاقة وتقلب مزاجك. جسمك حساس لأي ضغط وبيستجيب بسرعة. الإهمال الصغير بيتراكم ومحتاج وقفة حتى لو بسيطة. كمان النوم عندك محتاج يتظبط شوية، لأن السهر والتفكير بيستنزفوك من غير ما تحس. حاول تفصل دماغك قبل النوم حتى لو دقيقة واحدة يا حوت، ده هيفرق جدا في طاقتك. كمان الأكل العشوائي مؤثر عليك، لكن بشوية تنظيم. جسمك محتاج اهتمام مش ضغط ولا تجاهل. أي تعب صغير ما تستهونش بيه يا حوت، الوقاية دلوقتي أسهل من العلاج. وبعدين اسمع لجسمك، ده مش ضعف ده وعي. كمان رسالة الصحة بتقولك يا حوت اهدى وخف الحمل على نفسك، انت إنسان وليك الحق إنك ترتاح. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا يا حوت المشكلة مش في قدراتك، المشكلة في التشتت والقلق. لما تركز بتفهم بسرعة، بس الضغط بيقفلك. محتاج نظام مش توتر. كمان انت بتظلم نفسك بالمقارنة، كل واحد وله سرعة مختلفة، وانت ماشي صح يا حوت. حتى لو بهدوء النتيجة هتظهر. التراكم بيخوفك بس التقسيم بيحل المشكلة. قسم جزء جزء وهتلاقي الدنيا سهلة مش معقدة. كمان في نجاح جاي مش مفاجأة يا حوت، لكن بنتيجة صبر وتعب هادي ومجهود ثابت. رسالة الدراسة بتقولك يا حوت ثق في نفسك وابعد عن القلق، الطريق قدامك مفتوح والنجاح قريب بإذن الله. ودي كانت توقعاتك يا حوت، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.